أمارس السباحة ولعب البولينج والبلياردو. هذه من الذي أقضيها في الأسبوع 4 أيام. أهوى أعشق الخيل، أربي الخيل، أهتم أولادي يركبوا الخيل بشكل جيد. يركبون الخيل بشكل جيد. أولادي كلهم يركبوا الخيول. بس ما زال عندك الحيوية والنشاط. أنا أروح أتفرج على الخيل كل يوم. عندي هنا اسطبل للخيول. والجمال كمان عندك. جمال. عندي ثروة حيوانية هنا في الرئاسة جميلة أربيها. جمال وأبقار وأغنام وخيول. مزرعة. هل هاي الحيوية عندك الدائمة تعود إلى فعلا اللي هو التراث أو العادات والتقاليد الأساسية في اليمن هي جلسات القات والتخزين؟ هل يعود إلى هالسبب؟ كلام قات نشوة، يعني ينتشر الإنسان مع القات والسجاير والمداع كلام قات، ويكثر الهدار الكلام، حتى القات يجيب سيولة من الكلام. يعني إذا واحد طبيعته ما يحكيش كثير، مع القات يحكي كثير بعدين. أنا ما خزنت. خزني ما قدرت خزن صراحة. يمكن خزن يعني اليوم اخذ معي إذا بيسمحوا لي. لا بدي أعرف شو. لا كنت خايفة. لحظة، خبرني من بالبداية كيف تبلش الشعور وكيف تنتقل من فترة لفترة. لا أنا خايفة على حالي. لا ما تخافي، ما تخافي. هذا ما هوش مضر، هو عبارة عن منشط مكيف، يعني زي الشاهي. لن أخفي عليكم، لن تكون زيارة اليمن كاملة إلا بالتخزين، وإن لم تخزن القات مع أهلها كأنك لم تزرها. ومهما قيل في ذم القات أو امتداحه فهو تقليد قد يطول الزمن قبل أن يندثر. لا عن جد خبرني، او بالبدايه ما يشعر شيء. انا جربت شوي بس ما كانت كافيه. ما لهش تاثير. اجتاز الرئيس اليمني الكثير من المسالك الوعرة بصبر، يجس في كل خطوة نبض الشارع وعينه على المستقبل. فهمت الرئيس، هل تنام قرير العين مرتاح؟ أنا أرتاح إذا حققت إنجازات أنام. إذا ما حققت أي إنجاز يذكر لهذا الوطن يظل الهم قائم لدى الإنسان. هل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح الآن ينام قرير العين؟ يعني نسبيا من حيث الناحية عامة مرتاح، لكن الهم موجود. الهم التنموي والهم الخدمي لعامة الناس يظل هم. هل هناك قرار اتخذته وما بدنا نقول ندمت، اعتبرت لو خيرت بأخذ رأيك من جديد هل تغير، وشو هو القرار؟ بحمد الله لن أكون قد اتخذت قرارا ارتجاليا، لأنه يعتمد على التشاور مع عامة الناس ومع رجال الحل والعقد في البلد. وعداد ما خفت وساتين ودنت بالوصول. آنستنا يا أبو أحمد يا صاحب البيت الحجب، ما بايهم من بعد من مكة سواسة والركوب.